بعد ما شفت منكم تفاعل كبير على الفيديو اللي فات، وبعد ما ناس كتير طلبت مني اعمل فيديو نشرح فيه التيفو والبانر اللي شفناه من جمهور الكورفا سود، وخصوصا ان التيفو ده وراه قصة كبيرة تستحق فعلا اننا نتكلم عنه شوية. فالنهارده فيديو جديد عشان اوفي بوعدي، بس الاول احنا محتاجين نعرف يعني ايه بانر وتيفو، ويعني ايه كورفا سود اصلا. كورفا سود هي الكلمة اللي على طول بنسمعها بس اغلبنا ما يعرفش معناها. هنتكلم على كل حاجة بإذن الله، بس قبل ما نبدأ كلام ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة، عاوزين نوصل 10,000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. طيب نسمي الله بقى كده مع بعض، وعايزك تروق على نفسك عشان في كلام كبير قوي حصل من جمهور الزمالك الماتش اللي فات، واحنا تقريبا ما نعرفش عنه حاجة. صلي على النبي بقى كده وركز معايا. مبدئيا الإجابة على السؤال يعني إيه كورفا سود، فكورفا سود هي كلمة إيطالية معناها المنحنى الجنوبي، وهو مصطلح بيطلق على جماهير التالتة يمين بشكل عام، سواء بقى في مصر أو في إيطاليا أو في غيرهم. فعندك مثلا في مصر هنا جمهور الكورفا سود هم جمهور نادي الزمالك عشان هم اللي بيقعدوا في مدرجات التالتة يمين، وفي إيطاليا عندك جمهور روما وجمهور ميلان، وفي ألمانيا عندك جمهور بروسيا دورتموند. ولكن ده إجابة السؤال لو أنت بتسأل واحد مثقف أو بتسأل صحفي أو بتسأل جوجل، لكن لو بتسأل مشجع درجة تالتة صميم فاعمل حسابك انك مش هتسمع ولا كلمه من اللي فاتوا دول. وعشان بس الناس اللي ما تعرفش، فانا حضرت ماتشات كتيره في الاستاد وماتشات مهمه، والحمد لله كان وش حلو على الزمالك. المهم، لو سالت مشجع بقى من الكورفا سود وقلت له يعني ايه كورفا سود، عارف هيقول لك ايه؟ هيقول لك ده مكان للتشجيع فقط. فواحد يقول لي ايوه يا عم هادي، ما احنا عارفين انه مكان للتشجيع، فين الاضافه في كده؟ اقول لك لا، استنى بقى كده وركز معايا. اولا في ناس كتيره ممكن تروح تحضر ماتش في الاستاد على سبيل الترفيه او كنوع من انواع الخروجات، لكن في الكورفا سود وخصوصا المدرج الزملكاوي الموضوع بيختلف. واسمع بقى القواعد: واحد، ممنوع منعا باتا تصور من موبايلك والماتش شغال. اتنين، لو رايح الاستاد عشان تتفرج وتقعد على الكرسي فعندك قناه اون سبورت بتذيع الماتش عادي. تلاتة، لو هتزعل لو لقيت واحد بيزقك او بيرش ميه عليك عشان تشجع وتتحمس اكتر، يبقى اقعد في بيتكو احسن. أربعة، عادي جدا تبقى واقف على كرسي وتلاقي 3 واقفين معاك على نفس الكرسي بتاعك. 5، وهي القاعدة الأهم، اللي بيروح بيته وصوته سليم بيعتبر خاين للكيان. وعايز اقولك على حاجة تقريبا محدش ممكن يكون بياخد باله منها، وهي ان 90% من جمهور التالتة يمين مش بيشوف الماتش اصلا. يعني مثلا لما بنجيب جون بتلاقي المدرج كله بيسأل مين اللي جاب الجون. جمهور الكورفا سود بيبقى رايح الاستاد وعامل حسابه وحاطط في دماغه ان هو اللي هيكسب فرقته. وقبل ما نروح للتيفو او الدخله اللي جمهور الزمالك عملها في ماتش الاهلي، عايزك تصلي على النبي، استغفر، اذكر الله، حط لايك، اعمل سبسكرايب، يعني عايزك تدلعني وتدلع نفسك عشان في كلام كبير قوي جاي يا فندم. بص بقى، لو انت شايف ان الصورة اللي قدامك دي مجرد رسمة معمولة بشكل منسق وبشكل منظم وبشكل فيه تغذية بصرية للعين بس ملهاش معنى، تبقى غلطان، وغلطان جدا كمان. التيفو اللي قدامك ده معمول من 9 الوان زي بالظبط تيفو كابتن ماجد في نهائي الكونفدرالية، وتيفو كابتن ماجد ده هنجيله كمان شوية لانه مهم حبتين وانا كنت موجود في الاستاد اليوم ده. والتيفو كان عبارة عن وش لاحد الفرسان وهو لابس الدرع المخصص، وفي الناحية التانية كان مكتوب كلمة فايت بالانجليزي واللي تعني باللغة العربية قاتل. فواحد يقول لي انا مش عارف بقى ايه علاقة الفارس بوشه بكلمة فايت. اقول لك ان ده فعلا وش فارس، بس ده مش اي فارس، ده المقاتل ليونيداس بطل معركة ثيرموبايلي الاسطورية من فيلم 300. طبعا انا عارف انك مش فاهم اي حاجة، ولكن عشان افهمك لازم نحكي ملخص سريع للفيلم ده عشان لو نسيه او حتى لو ما تعرفوش. فيلم 300 هو عبارة عن 300 محارب عايشين في مدينة سبارتا، فبيقرر جيش ضخم جدا من الفرس بقيادة ملك اسمه زركسس انه يستولوا على سبارتا دي. ولكن قبل الدخول في معارك، ملك الفرس بعت رسول لزعيم ال 300 محارب اللي هو ليونيدس، بعت له رسالة بيقول له انه يخضع للملك هو وجنوده وفوقهم يديله سبارتا. وطبعا ملك الفرس كان متوقع ان ال 300 محارب يستسلموا بكل سهولة، نتيجة يعني ان عددهم صغير مقارنة بجيش الفرس اللي قد جيش سبارتا ده مئات الاضعاف. ولكن ليونيداس قائد ال 300 محارب لما بيسمع الرسالة دي بيقرر انه يرمي الرسول اللي بعته ملك الفرس في بير كبير جدا، في رسالة واضحة وصريحة اننا مش هنستسلم مهما يكن عددكم اكبر مننا او معاكم معدات اكتر مننا، فمهما يحصل احنا برضو مش هنستسلم. وبالفعل 300 محارب بيدخلوا معارك قوية جدا مع جيوش الفرس اللي عددهم بيفوق عدد ال 300 محارب بأضعاف الأضعاف، ولكن ال 300 محارب بيقاتلوا وبيدافعوا بكل ما يحملوه من قوة عن أرضهم وكيانهم. ولكن وللأسف بيتم خيانة ال 300 محارب من واحد كان عايز ينضم ليهم، ولكن القائد بيرفض بسبب ان صفاته الجسمانية والقتالية
ما تسمحلوش يكون من ضمنهم. ومع الاسف ال 300 محارب كلهم بيموتوا، وبرغم ان القائد كان في انفاسه الاخيره الا انه قدر يقضي على ملك الفرس. هل المشهد السينمائي الحزين ده مش بيوضح لك حاجه؟ ايوه يا معلم، بيوضح الحاله اللي بيمر بيها الزمالك الفتره الحاليه، وان في عدد كبير من المحتلين بيحاولوا يهدموا الفريق، وفي بعض الاشخاص جوه المنظومه بتاعتي بيخدموا الغريم بشتى الطرق الممكنه. وبرغم كده كان موقفنا واضح للجميع، مش هنستسلم وهنقاتل وهنحارب لحد اخر رمق فينا. وبالنسبه للبانر اللي كان مكتوب عليه give them nothing but take everything، فدي كانت بعض كلمات قائد ال 300 محارب واشهر كلماته التحفيزيه قبل احدى جولات القتال ضد الفرس، في رساله واضحه للجميع ان ال 300 محارب مش هيدوا للفرس اي فرصه او اي رحمه، لكن في المقابل هياخدوا منهم كل شيء: قوتهم، عزيمتهم، واملهم في الانتصار. Give them nothing, but take from them everything. جمهور الزمالك على مر عصوره مبدع وبيقدم حاجات كتيرة جدا لفريقه، ولو يقدر يقدم اكتر من كده مش هيتأخر. في نهاية الكونفدرالية قدام نهضة البركان شفنا تيفو كابتن ماجد اللي كان رسالته ان ملك اللعبة عاد اليكم من جديد، وان كابتن ماجد هو رمز لشغفنا وحبنا لكرة القدم خصوصا في مرحلة طفولتنا، زي بالظبط موقفنا مع الزمالك. فالزمالك هو كمان كان مصدر لشغفنا وحبنا لكرة القدم في طفولتنا، وكالعادة كانت الرسالة: مهما واجهت من صعوبات سأظل أواجهها حتى أنتصر. ودي بالمناسبة كانت أشهر كلمات كابتن ماجد. في الأخير كل الدعم لجمهور نادي الزمالك، ولازم تفتخر بوجود الجمهور ده في مدرجك، لأننا على الناحية التانية بنشوف عته تشجيع بكل أمان. متنساش تعمل لايك للفيديو ده وقول لي رأيك في الكومنتات، واشترك في القناة لو لسه مش مشترك. كان معاكم هادي هشام، مع السلامة.